الرحمن الرحيم. انا شايفكم في فقره جديده من فقرات المزاجنجي. والزمالك يتوج بالسوبر الافريقي بعد عناء، بعد ركنات المعاناه امام بطل افريقيا النادي الاهلي. بنقول مبروك لنادي الزمالك، هارد لك للنادي الاهلي. مباراه كانت قويه جدا. هو يعني الشوط الاول كان فنيا ضعيف بين الاثنين طبعا، يعني بركله جزاء يعني انا يعني شفتها كذا مره الصراحه صحيحه. النادي الاهلي بيتقدم عن طريق وسام طبعا، يعني كان في ركله جزاء ثانيه بتاعت دونجا، دي احنا مش هنتكلم عليها دلوقتي. كمان طبعا يا جماعه انا مش قادرين نتكلم بعد المباراه، طبعا كان الضغط والشد العصب على الاثنين. طبعا يعني الشوط الثاني يعني مع كل الاحترام الاهلي لم ياتي وتغييرات جوميز هي من قلبت الوضع، وناصر منسي المنسي بيضع هدف التعادل وركلة المعاناه تقول كلمتها الاخيره. طبعا بنقول مبروك نادي الزمالك وديربي الملكين، كده نادي الزمالك امام ريال مدريد في سوبر الابطال. بنقول الحمد لله. طبعا افرحوا، جماهير الزمالك من حقها تفرح. طبعا يا بلال انا كنت سايبك وقلت لك، وقلنا بلاش يا جماعه التصريحات دي قبل المباراه. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الاهلي نادي كبير، وقلنا الكلام ده، وقلنا الكلام ده لشادي محمد. طبعا شادي محمد قبل امبارح طبعا بيقول لك انا بحترم الاهلي بقى، بحترم نادي الزمالك بس مش خايف منه. لا يا حبيبي، نادي الزمالك نادي كبير، نادي الاهلي نادي كبير، قطبين القاره، افضل ناديين في القاره. لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل للنادي الاهلي، واللي جاي كتير. يعني النادي الاهلي برضو يعني عنده الانتر كونتيننتال وعنده بطولات كتير. طبعا بنقول الحمد لله، هارد لك. طبعا السلام عليكم.